نشيد صعوبات التعلم من كلمات الأستاذ القدير محمد مكاوي، ألحان الأستاذ توفيق الأمريني، وإنشاد المجموعة الصوتية للأستاذ توفيق الأمريني. صعوبات التعلم مصطلح عام يصف التحديات التي تواجه الأطفال ضمن عملية التعلم، ورغم أن بعضهم يكون مصابا باضطرابات نفسية أو جسدية فإن الكثيرين منهم أسوياء، إلا أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم، وتتجلى في صعوبة في القراءة ديسلكسي، وصعوبة في الكتابة ديسغرافي، صعوبة في الحساب ديسكالكولي. قالت صعوبات التعلم بكل مكان. أنا يا مروان، أنا يا رباب، أنا يا مروان، أنا يا رباب، أظهر في القراءة في النقل وفي الحساب، أظهر في القراءة في النقل وفي الحساب، فأجعلكم تعانون الخيبة والعذاب، فأجعلكم تعانون الخيبة والعذاب، فهل لكم بعد هذا أصحاب، فهل لكم بعد هذا أصحاب، وأجعل الحروف أمامكم سراب، وأجعل الحروف أمامكم سراب، فتحلبون الأعداد في كل كتاب، فتحلبون الأعداد في كل كتاب، فهل لكم بعد هذا أصحاب، فهل لكم بعد هذا أصحاب، يمينكم يسار في التركيز اضطراب، والتنظيم صعب وفي الفهم ضباب، في الشكل والإعراب، في الشكل والإعراب، يمينكم يسار في التركيز اضطراب، والتنظيم صعب وفي الفهم ضباب، في الشكل والإعراب، في الشكل والإعراب، فهل لكم بعد هذا أصحاب، فهل لكم بعد هذا أصحاب. ما رأيكم يا رباب يا مروان؟ أنا الأقوى. رد مروان ورباب على صعوبات التعلم فقال: يا صعوبات التعلم كفاك، يا صعوبات التعلم كفاك، كفاك عتاب نحن الأطفال، كفاك عتاب نحن الأطفال، كلنا مختلفون وأصحاب، كلنا مختلفون وأصحاب، سنرسم
المشاهير والعلماء والعباقرة الذين تركوا بصمات خالدة ليومنا هذا. كانوا من ذوي صعوبات التعلم، نذكر من بينهم توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي، ألبرت أينشتاين عبقري الفيزياء، العبقريان في الموسيقى موزارت وبيتهوفن، المخرج السينمائي والت ديزني، وصاحب سلسلة الرسوم المتحركة المشهورة توم وجيري. كل هؤلاء العباقرة كانوا يعانون من صعوبات التعلم، وبالأخص من عسر القراءة، وهذا لم يمنعهم من الوصول إلى عالم الشهرة والمجد بفضل ما خلفوه من أعمال خالدة.